في موقف حصل لي وأنا المفروض رايحة أرتاح وأهدي أعصابي وأقعد على الكورنيش عشان أشم هوا. الناس المحترمة اللي هم عمال النظافة اللي هم بينظفوا الكورنيش وكده. آه فطبعا الله يكون في عونهم، يعني طبعا هي شغلانة صعبة جدا بالذات في مجتمعاتنا العربية. يعني طبعا احنا كمجتمعات ما بنحبش النظافة وما بنحاولش نحافظ عليها في الشارع و... وبنتعامل مع الشارع كأنه إيه، كأنه مثلا إحنا بننتقم من الحكومة لما بنرمي الزبالة في الأرض، مع إن في الآيات القرآنية يقول لك لا تكونن من المفسدين. يعني المفروض ما نعملش كده حتى دينيا، الناس اللي هم المفروض متدينين جدا. فدي ملهاش علاقة طبعا بالتدين. فالموقف اللي حصل لي إن أنا لقيت أعمل نظافة، طبعا يعني رايح جاي رايح جاي عمال ينظف الكورنيش من أوله لآخره ويروح ويجي، يعني ربنا يصلح حاله. فبنت كانت عمالة تتكلم وبتشرح حاجة لحد يعني واقف كده، هو قاعد يعني قاعدين في الكورنيش، فعماله كل ما تتكلم تيجي راميه منديل، تتكلم وتخلص كلامها بعد كده تيجي راميه منديل، تتكلم خلاص، والراجل بقى رايح جاي كل شويه يجي شايل بقى الحاجه، يجي شايل الحاجه. بعد كده هو راح قال لها يا انسه لو سمحتي، بس انسه لو سمحتي شيل المناديل، مش كل شويه شيل المناديل وتيجي انت راميه المناديل. قالت له لو سمحتي ممكن تكلمني باسلوب احسن من كده، انت بتعلي صوتك ليه، انت ممكن تكلمني باسلوب احسن من كده. فبيقول لها عشان انا كل شويه انت بترمي المناديل وانا اجي الممها، بترمي المناديل واجي انا الممها. اوكي، تمام، ماشي. يعني هو طبعا اكيد ما ينفعش يتكلمها باسلوب وحش، يعني المفروض يتكلمها باسلوب محترم، وده طبعا من حقها ان لازم كل اللي حواليها يكلموها باسلوب ذوق، في حين انها بتبقى واقفه زي الخدامين قدام الدكتور بتاعها في الجامعه، تقول له لو سمحت يا دكتور اطلعي بره، تقول له حاضر يا دكتور مش عارفه ايه. بس الراجل اللي هو رايح وجاي وعمال يلم الزباله رايح وجاي ويجي لامم من المناديل بتاعتها وهو رايح، بعد كده يرجع يلف كوتشي يلاقيها لاميه تاني، فده ما يتكلمش معاه باسلوب وحش يعني ولا اي حاجه يعني. يعني ممكن يطلب اللي هو بيقوله بس يتكلم معاها باسلوب كويس، طبعا ده من حقها. فراح صاحبها او اخوها اللي هو يعني ايه راجل محترم عنده نخوه قال له انت بتكلمها كده ليه اصلا؟ طيب انت ايه رايك؟ قال له عشان كل شويه عمال ايه، عماله ترمي المناديل في الارض وانا كل شويه المها، وترمي المناديل وانا عماله كل شويه المها. مش هو الراجل ده متعصب ليه يعني؟ ما عادي، ما ترمي المناديل ويلمها وترمي المناديل ويلمها، ايه المشكله يعني؟ مش دي شغلانته؟ يتكلم باسلوب احسن من كده. ليه تتكلم معايا باسلوب احسن من كده؟ طيب، راح قال له ما تتكلمش معاها برضه باسلوب وحش، بتكلمها كده ليه؟ فحال عشان ترمي حاجه. فحاله طب ايه رايك بقى انها ترمي الحاجه وهرمي الحاجه وهتلمها عشان تتكلم باسلوب محترم. قال له طب وريني هتعمل كده ازاي. وقف له بقى كده راجل شهم، شاب شجاع، قال له ايه رايك انا هرمي الحاجه وانت هتلمها. دول يا جماعه يعني مش عارفه، دول ناس مسلمه، دول ناس متدينه، دول ناس كل حاجه حلوه يعني بيعملوا كده. انا مش عارفه سابوا ايه للكفره وفقا لقولهم، يعني وفقا لوجهه نظرهم. ف دول المفروض بني ادمين يا جماعه. يعني هي مش بس يعني انا فاهمه ان ممكن تقول له مثلا ماشي مثلا وهي زعلانه يعني، او تسكت مثلا، لان هو الراجل دوت انت عارفه ان احنا بنرمي الزباله على طول، وكتر خيره ان هو الراجل بيلم الزباله على طول. لكن مش ده خالص اللي تقولي له لو سمحتي كلميني باسلوب احسن من كده. مش هو ده الشخص. انت ممكن تقولي كده الدكتور بتاعك في الجامعه لو شاطره لو جدعه اعملي كده، او لاي حد انت شايفاه احسن منك او اقوى منك اعملي كده. انا كده بجد والله هبقى فرحانه بيكي جدا. لكن ما تجيش على حد اضعف منك، حد اقل مكانه منك، حد انت شايفاه بالفعل تعبان وشايفاه في حاله عصبيه صعبه وشايفاه ان هو بالفعل شغال عامل نظافه، وفي نفس الوقت عمال يلم من هنا ويلم من هنا، وعارفه ان احنا مجتمع بنرمي الحاجه وانت بترمي الحاجه، ومجتمع فظيع، بس بقى محترمين نفسنا بس بره، في الخارج بنبقى لامين نفسنا وبنحط مناديل في جيبنا لحد ما نروح. لكن في بلدنا لا، مش مشكله نرمي كل زبالتنا كده وكذا مره كمان، عشان احنا نعبر عن غضبنا ضد الحكومه بالزباله اللي احنا بنرميها. ما تعملش حد اقل منك معامله وحشه. ما تحاولش تذل حد اقل منك، لان انت اكيد قليل، فهيبقى حد اعلى منك بيحاول يذلك او يحاول يقلل منك. ما تحاولش تعمل كده، ما تستقواش على حد ضعيف، ما تستقواش على حد فقير، عشان هو هيجي اللي يستوى عليك بالفعل، وهتتذل بالفعل، وهيبقى على قلبك زي العسل.
وتبقى بتضحك كده، اللي هو انت مذلول كده وانت اهبل كده وانت بيبهدلوك في الشغل كده، بس انت تبقى سكر وتقول هو عارف مصلحتي، المدير ده عارف مصلحتي وعارف انا انا باجي فعلا بالطريقه دي. فاحترموا نفسكم وبلاش اسلوب الخدامين ده، مع احترام الخدامين، بس طبع الخدامين اللي هو الطبع اللي هو لازم تسكوا على دماغكم عشان تلموا نفسكم. لازم تبقوا محترمين قدام حد اكبر منكم، او حق يعني مش اكبر منكم في السن، اكبر منكم مكانه. لازم بتبقوا قدامه محترمين ومفيش ولا كلمه بتتقال. الدكتور في الجامعه لو قال لك ايه بتبقي زي السكر، ولا في حاجه اسمها لو سمحت يا دكتور ما اسمحش حضرتك تكلمني بالاسلوب ده، لو سمحت يا دكتور خد وقت صوتك حضرتك لو سمحت ما نسمعش خالص حاجه زي كده. كله بيعدي طبعا انه دكتور، انه دكتور في الجامعه اعلى منك وعارف هو بس اكبر مني كده، بقى بتطلع بقى هو اكبر مني، اصل هو يفهم، اصل هو مضغوط، اصل هو الحاجات دي. لكن هو عامل نظافه وانت بترمي الحاجه كذا مره، هو كذا مره بيلمها. هو المفروض يتكلم معاكي باسلوب احسن من كده، اتكلمي باسلوب احسن من كده. ماشي. والسكر اللي هو عنده نخوه دي اتعشم ان هو اللي فاكر، اللي هو فاكره نخوه البلطجه اللي هو عاملها دي، اللي هو فاهم كده، اللي هو يعني واحد شجاع كده، يبقى يعملها مع حد اعلى منه او زيه حتى عشان يمسحه خالص. ماشي. عقد النقص دي نتعالج، نروح عند دكتور نفسي يعالج لنا عقد النقص بتاعتنا، ويعالج لنا شعورنا باللي احنا بنحب نذل اللي قدامنا عشان احنا اتذلينا، نهزق اللي قدامنا عشان احنا عالم مهزأة. فنعالج الحته دي عشان خاطر ما نبقاش مهزئين اكتر من كده، ولا نظلم الناس اقل مننا اكتر من كده. ما نطلعش عقد النفسيه بتاعتنا على الناس. تمام. عشان نبقى حلوين وربنا يكرمنا. الناس دي بقى كلها اللي نقطك ايه بقى؟ الناس دي كلها برغم كل اللي بتعمله وقله الذوق وقله الادب، مش عارفه اسميها بصراحه، مش لاقي اسم يعني، اكتبوا لي الاسم في التعليقات. برغم كل اللي بتعمله ده، لما تيجي تحصل لهم مصيبه ان شاء الله، او تحصل لهم اي كارثه باذن الله، بيقولوا يا ترى هو ده بلاء ولا يكون ربنا بيعاقبني؟ اصلا انا ما عملتش حاجه وحشه في حد، انا ما عملتش حاجه وحشه في حد عشان خاطر اتعاقب. بيبقوا مستغربين جدا لما تحصل لهم مشكله، فالناس تطمنها ويطلع له بقى فيديوهات يقولوا والله اللي بيحصل لك ده بلاء، ربنا بس بيختبر صبرك من كتر الحاجات الجميله اللي انت بتعملها، اللي هي اقرب يعني لطباع الانبياء. فمن كتر ما انت طيب وامير، فربنا بيختبر صبرك، اطمن انت في بلاء. لا، ما تسالش حتى السؤال ده. ماشي. عشان خاطر، عشان خاطر ايه؟ ها؟ جنين شعري، عشان انتوا بقيتوا مستفزين، مستفزين قوي. وما عدتش بجد يعني، عارف، انا لما بمشي في الكورنيش او بمشي في اي حته عشان خاطر اشم نفس، عشان خاطر اشوف اي حاجه كويسه، برجع محمله بالهبل اللي بشوفه ده. يسموها ايه؟ طاقه سلبيه. برجع محمله بالطاقه السلبيه، ممكن قله ذوق بقى من اللي جنبي، اهانه لحد ضعيف، حاجات جميله يعني. تمام. فاحترموا نفسكم يا جماعه، ولموا نفسكم واتقوا ربنا، عشان خاطر والله ما يعني بلاش السؤال والنبي بتاع هو ده بلاء ولا عقاب يعني، عشان خاطر كتير كتير يعني، وانتوا مش عارفين لما بتروحوا مش عارفين تستغفروا ربنا عليه. استغفروا ربنا انتوا بتعملوا ده يعني، انتوا بجد حيرانين مش عارفين تستغفروا ربنا على ايه يعني. انتوا بتستغفروا بس كانه يعني ايه، عشان يزود لكم ثواب وكده. معلش قصرت في الصلاه. شوفوا البلاوي النفسيات الجحيم اللي جواك، وشوفوا النفسيه اللي مش سالكه، شوفوا الامراض النفسيه دي استغفر ربنا عليها. والله مفيش مشكله على فكره تكون غلطت، بس بعد كده تتحسن. ده احنا انسان، احنا بني ادمين، احنا مش ملايكه. ماشي، ما عشان كده بنستغفر بس عشان نتحسن، لكن ما نقعدش نجادل او ما نقعدش نقاوح في الغلط او في نفسيتنا التعبانه دي. فروح لدكتور نفساني يستغفر ربنا، روح لدكتور نفساني تاني واستغفر ربنا، اعملوا الحاجات دي هتلاقوا نفسكم بني ادمين طبيعيين. بني ادمين طبيعيين، انا لسه ما قلتش بني ادمين كويسين، بني ادمين طبيعيين. انت تقبل ابوك يتعامل بالطريقه دي؟ انت ضامن او انت ضامنه انك بكره ولا بعده تبقي مثلا تشتغلي تقعدي تلمي الزباله في الشارع ومحدش يرحمك حتى، ويقعد الكل يبص لك؟ يعني انت عارفه عملاء النظافه بره ما بيتعاملوش طبعا المعامله دي يعني، عادي على فكره، ممكن في الخارج تشتغل عامله نظافه عادي، مش هتزعلي على فكره. محدش هيهينك، الناس هناك، الناس هناك بني ادمين بجد في الاغلب يعني، ما عندهمش نفسيه الجحيم التعبانه خالص اللي عندنا دي. عشان كده في ناس كتير بتسافر بره، مش عشان خاطر فلوس بس، عشان خاطر المعامله الكويسه اللي احنا بقينا كمان بنستخسرها في بعض، اللي هو حتى الحاجات الحلوه اللي كانت موجوده فينا بقينا بنستخسرها في بعض. فانت ما تقبليش حد يعملك كده، ما تعمليش حد يعاملك بالمعامله المهينه دي، او حد يقلل منك، او حد، انت على فكره انت ممكن تكوني شغاله شغلانه كويسه، بس ممكن حد فوقيكي يبص لك انك مش شغاله حاجه، انت ما بتعمليش ولا حاجه، ويهينك ويذلك.
ويقول لك اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده، تكوني انت كده مفحوطه كده رايحه بقى الشركه رايح جاي رايح جاي ومقتوله في نفسك كده، ويقول لك اتكلمي معايا باسلوب احسن من كده. دي مشكله، مش مشكله انك بتقولي كده، مشكله الشعور الداخلي بتاع انت مش حاسه انك عامله حاجه غلط. انت حتى ما اعتذرتيش وقلت انا اسفه. يعني تقولي انا اسفه، يعني ده الطبيعي، بس عشان هو بيكلمك باسلوب اسلوب مش حلو ممكن ما تقوليش كده، بس هتلمي الحاجه وخلاص واسكت. هراعي الراجل دوت اللي هو رايح وجاي ياخد الحاجه من الارض كده، وراء ان الراجل التعبان الشقيان اللي هو المتبهدل ده، انت بتقولي على نفسك شقيانه وانت قاعده في الشركه ساعتين، ده شوفي ده بيعمل ايه. فانا هاخد الحاجه من الارض اللي انا بلمها ما خدتش بالي بقى بستهبل ايا كان، باخدها من السكات، مش هقول له انا اسفه عشان هو كلمني باسلوب مش حلو ماشي، لكن مش هقول له انت ازاي تكلمني باسلوب كده مش حلو، وبعد كده يجي اخوكي ولا صح ولا مين ولا اللي معاكي دوت يقول له انت ايه ده، طب ايه رايك انا هرميه على طول كده بس كان عاجبك. يتقوا ربنا عشان دوت، والله لما يحصل فيكم يا باشا هيبقى يعني يا ريت يحصل فيكم الكلام ده. سلام. يمكن تتعظوا بس ما اظنش، برضه هتفتكروه بلاء من كتر الطيبه اللي جواكوا وطيبه قلوبكم، انتوا مش عارفين انتوا ازاي ملايكه كده. ماشي. بس خلاص.